وقت اللي قالت شبيهم ما حكاوش عن نساء اللي يتم اغتصابهم في مراكز الايقاف، شبيهم ما حكاوش في بالكم. ثم انا نعرف حاله يعني هي كانت حامل من مغتصبها وتوا رجلها يربي لها في ولدها اللي جابته من مغتصبها. النساء هذه تعيش، فتيات تم اغتصابهم في العنف هذايا. شبيه ما حكاو جاي يحكي لي على الاغتصاب الزوجي؟ شبيهم همهم المراه؟ شبيهم ما حكاوش على الحالات هذيا؟ همهم مش المراه، نعم. همهم تغيير النمط الاجتماعي. نقف عند كلامك انت، النظام الاجتماعي الاسلامي. نعم، نقف عند كلامك انت باش نمشي للاستاذه سلمى، وهي اخر ما تكلمت على الاغتصاب الزوجي. شنو هي حكايته هذا الاغتصاب وشنو هو هالقانون والى ما يدعو؟ في مشروع هذا القانون يتحدث عن تجريم الاغتصاب. نعم. والاغتصاب باشكال مختلفه الى ان نصل للاغتصاب الزوجي. احنا في المجله الجزائيه يتحدث عن معاشره الزوج لزوجته بالاكراه وبالعنف، يعاقب عليها القانون، يعني هذا موجود، يعاقب عليه، موجود. الخطير هنا حاجتين. اولا الاغتصاب الزوجي العقوبه نتاعو 20 عام، الاغتصاب من عند حد اخر 15 عام راه هكا. اما باعتباره هو الزوج معناها تولي العقوبه اشد، ظرف تجديد. الزوج والعشيق وغيرهم كلهم كي بعضهم، والطليق. به الحاجه الاخرى، الاغتصاب في تعريف مشروع القانون، الاغتصاب ليس ممارسه ليس فقط ممارسه بالعنف المادي. ينجم يكون الاغتصاب ممارسه بالاكراه المعنوي. بمعنى يعني ان الزوجه اذا كانت عاشرت زوجها دون رضاها من غدوه تنجم تشكي به تشد 20 سنه 20 سنه حبس، 20 سنه سجن. يعني الخطوره هنا في توسيع هذا معنى الإكراه لكي يستوعب معناها حتى معناها ما يسمى بالتحيل. يعني مثلا يوعدها باش يشري لها حاجه وما شرى لهاش، اذا تعتبر يعني ممارسه مع عيوب الرضا، ليس رضا بل هو عيوب الرضا. كما تشري حاجه انت بعيوبها، فهمتني؟ ثم عيب في الرضا من انه هو غمك غمان ولا باعها لك فاسده ولا حاجه، تولي تنجم ترجعها له. اذا وكذلك عيوب الرضا لهنا موجوده، وبالتالي يمكن انه تشكي به وياخذ 20 سنه حبس. يعني خطير جدا هذا. وباش كطرفه زاد نحب نقولها خاطر ضحكني برشا، مشروع القانون يتحدث عن التحرش الجنسي. والتحرش الجنسي من قبل في الفصل 3 صفحه 9 من قبل اي شخص باستخدام الإكراه أو المباغتة وفي أي فضاء. معناه يمكن أن نتحدث عن تحرش جنسي زوجي، يعني وشد الحبس. أيوة، مشكلة هذه.